ولسه بتعاني من البقع الصفراء اللي بتبقى موجوده تحت الباط بالشكل ده كده. في الفيديو ده هقول لك على حل سحري ازاي تطلع بيه اي بقعه عرق صفراء من اي لبس عندك بكل سهوله. مش بس كده، كمان هقول لك على سر هيخلي البقعه دي ما تظهرش تاني في اللبس عندك. هنقول بسم الله وهنجيب اي علبة عندنا صغيرة فاضية وهنحط فيها معلقتين بيكربونات الصوديوم، وده اللي احنا بنستخدمه في صناعة الكيكات والحلويات والكلام ده كله. بعد كده هنجيب معجون اسنان وهنحط عليهم قطع صغيرة، وبعد كده هنحط عليهم اي سائل غسيل احنا بنستخدمه في غسيل الملابس. بعد كده هنحط عليهم شوية مية اكسجين، وده بيجي من اي صيدلية والتركيز ده بيكون 10%، وده بيستخدم لتطهير الجروح مش للصبغة بتاعة الشعر. بعد كده هنحط عليهم بقى شوية خل، واول ما هنحط الخل هتشوفوا الفوران اللي انتوا شفتوه ده. هنقلبهم في بعض كويس، وبعد كده بقى هنجيب عندنا بلاستيكة او اي حاجة عندنا بس تكون غويطة شوية، وهنجيب القميص وهنجيب تحت منطقة الباط اللي فيه منطقة الصفار دي، وهنحطه بالشكل ده كده. وهنجيب بقى الخلطة اللي احنا عملناها ديت وهنبدأ نفضيها ونوزعها كويس على منطقة الصفار كلها. الصفار ده بيكون ناتج عن طريق حاجتين، الحاجة الأولى هو تفاعل الأملاح اللي بتبقى موجودة في العرق في المنطقة ديت مع الأمونيوم اللي موجود في مزيل العرق. الحاجة التانية إن في ناس برضو ما بتستخدمش مزيلات عرق وفي نفس الوقت برضو بيظهر صفار في المنطقة دي، وده بيكون بسبب إحنا لما بنعرق بيخرج مع العرق كرات دم بيضاء، وده مع الركنة أو إن إحنا بنسيب الملابس بتاعتنا لفترات طويلة فكرات الدم البيضاء ديت بتتحول لصفار. بعد كده بقى بنسيب الخلطة اللي إحنا عملناها ديت مكان الصفار من نص ساعة لساعة، وبعد كده بقى بنجيب مية سخنة تكون بتغلي وبنبدأ إن إحنا نفضيها واحدة واحدة كده على مكان الصفار. طيب الموضوع ده بقى بيتعمل قبل الغسيل ولا بعد الغسيل؟ طبعا الموضوع ده بيتعمل قبل الغسيل. طب هو احنا كل مرة قبل الغسيل هنعمل الموضوع ده؟ لا، الموضوع ده طبعا بيتعمل للقمصان اللي فيها صفار وبقاله متراكم بقاله فترات طويلة، او اتغسل كذا مرة، وكل ما بيتغسل نطلعه او نيجي نلبسه نلاقوه برضو الصفار ده موجود زي ما هو. طيب لو احنا عملنا بقى الخلطة ديت ونضف معانا ومش عاوزين بقى الصفار ده يظهر تاني، او احنا مثلا جايبين ملابس جديدة ومش عاوزين يحصل فيها المشكلة دي تاني، الموضوع بيكون بسيط جدا. ان احنا بنجيب بخاخ بنحط نص مية والنص التاني خل، ولازم تكون النسبة 50% و50%. لو الملابس مش هتتغسل على طول وهتتحط في سلة الغسيل لحد ما بنجمع عليها كمية ملابس وتتغسل مع بعضيها، هنجيب البخاخ ده وهنبدأ نرش تحت منطقة الإبط، أو هنرش القطعة كلها لو هي كلها احنا عرقانين فيها، وهنسيبها لحد ما تجف وهنحطها في سلة الغسيل عشان برضو ما تعملش معانا عفن. طب لو القطعة هتتغسل على طول برضو بنرش تحت منطقة الإبط ديت مية بخل عادي جدا، وبنحطها في الغسالة وتاخد دورة الغسيل بتاعتها عادي جدا من غير أي إضافات. الموضوع بيكون بسيط جدا لأن الخل بيعادل حموضة العرق اللي بيبقى موجودة في المناطق ديت، فبيمنع ظهور الصفار. زي ما انتوا شايفين اهوت القميص راجع جديد تاني أبيض مفيهوش أي صفار. الخلطة دي آمنة جدا على جميع أنواع الملابس، لو هنستخدمها مع ملابس بيضة مفيهاش أي ضرر وهنستخدمها عادي جدا، إنما لو هنستخدمها مع ملابس ملونة يرجى إن احنا ناخد من الخلطة ديت قطعة صغيرة كده ونحطها مثلا عند حرف التيشيرت أو القميص أو أي تانية من جوه ما تكونش باينة، ونعمل بيها تيست الأول، لأن في ملابس بتكون الألوان بتاعتها ضعيفة. لو لقينا ما أثرتش هنستخدمها عادي جدا من غير أي مشاكل. وده شكل القميص بعد ما خلص. شير للفيديو ده عشان يوصل لاكتر عدد من الناس وناخد ثواب انا وانت.